هو قفشه، يا حلاوتك يا قفشه، هو صاحب القضيه. سبحان الله، الراجل كان هيمشي السنه اللي فاتت وربنا يكتب له ان هو في اول مباراه لنادي الاهلي ان هو يكون الفوز على ايده في مباراه معقربه زي دي، والاهلي اللي حط نفسه في المأزق ده. وايه الدفاع ده يا عم عموته؟ يلا نبدا يا عم الحلقه، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. الأهلي يفوز بصعوبة وبشق الأنفس على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2 في مباراة عصيبة. في مباراة كان شوطها الأول كان سيء جدا جدا للنادي الأهلي. قبل ما نبدأ طبعا حلقتنا ونخش على تفاصيل وتحليل المباراة، ما تنساش طبعا اللايك والفولو حبيب أخوك عشان يوصلك كل جديد، عشان أنا دايما بسعى إن أنا أجيب لك كل الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. هنخش طبعا على تفاصيل اللقاء وإزاي النادي الأهلي أو إزاي إنبي عرف ان هو يسجل في النادي الاهلي 2 هدفين وكمان ضيعوا ضربه جزاء. يعني انت متخيل يا صديقي العزيز ان كان انبي كان ممكن ينهي الشوط الاول 3-0 او 3-1، يعني عشان النادي الاهلي سجل هدف في الشوط الاول. لكن انا مش عارف ايه المساحات دي. انت متخيل في الهدف الاول لما نيجي نتكلم مع بعض عن الهدف الاول، كان كل في وسط الملعب مروان عطيه وكوكا ومحمد هاني كان كله مرحل في القلب، وكان كريم فؤاد كان متقدم، وكان في مساحات، الراجل رفع براحته واخد بالك وعمل العرضيه. وكوكا طبعا كان واقف هنا تغطيه وحشه قوي. مفيش لاعب وسط ملعب او لاعب مدافع يلعب الكوره على دايره ال 18 بالشكل كده، بالشكل ده. ايه ده؟ وحشه قوي. ما طلعها يا عم بدماغك بره على طول. مفيش اسهل من كده بصراحه. ادي اول غلطه. الغلطه الثانيه في الجول الثاني برضه النادي الاهلي في هجمه وكله متقدم ومحمد هاني متقدم وكريم فؤاد متقدم وحتى الزياده على العدديه في وسط الملعب برضه كان كله متقدم، وزيزو وطاهر وبن شرقي. الكره اتلعبت واحده بس لمحمد عصام، راح على طول بمصطفى شوبير في ظهر محمد هاني. في ايه؟ نفس الاخطاء بتاعت مباراه برشلونه بتتكرر النهارده، نفس الاخطاء. ولولا شخصيه النادي الاهلي وجمهور الاهلي العظيم ده قبل اي حاجه اللي كان مزين استاد القاهره النهارده، كان الاهلي خسر. يعني في بعض الايجابيات طبعا هنتكلم عنها، زي طبعا يعني هدف زيزو، هدف قصدي مروان عطيه. ايه يا مروان الشوطه دي يا مروان؟ ايه ده؟ شوطه صاروخ بوم في مرمى عبد الرحمن سمير. ايه يا عم الحلاوه دي؟ هو انت كنت محروم من الشوط يا مروان؟ ايه يا ابني الحلاوه دي يا ابني؟ ده شوطه جايه من الدوري الانجليزي، جايه من بيرمي ليج. ايه يا ابني الحلاوه دي؟ وطبعا يعني زيزو سجل الهدف الثاني من ضربه جزاء، هدف التعادل. وطبعا الهدف الثاني لصاحب القضيه محمد مجدي قفشه، صاحب النيه السالكه. هي النيه السالكه بصراحه، ابو قلب ابيض. قفشه اللي كان في وقت من الاوقات كان هيمشي من النادي الاهلي انه ينزل، وبن شديده طبعا كان ينزل وسيبك من الكعب بقى، كان حاجه طبعا روعه قوي من سفيان بن جديده. لكن الشوط الاول يا جماعه شوط سيء قوي من النادي الاهلي. المباراه دي لازم تكون درس للعيبه النادي الاهلي، خاصه لطاهر محمد طاهر، للجزء الدفاعي. الحاله الدفاعيه وحشه قوي. ولا وهنقولها تاني يا جماعه، حط مروان عطيه وياسر ابراهيم وبعد كده حط تشكيل النادي الاهلي. هقول تاني، ياسر ابراهيم واحد من ضمن الركائز الاساسيه للنادي الاهلي في الموسم اللي فات. لازم ياسر ابراهيم يلعب جنب اي واحد من الاثنين، جنب هادي، جنب عمرو الجزار. لازم. وانا مش يعني انا مش متفق على وجود كريم فؤاد كباك شمال بصراحه. نفس لا، لازم كريم الدبيس يديله فرصته. راجل على عدلته بيلعب اشول. لكن كريم فؤاد انت كده بتظلمه اما تلعبه باك ليفت، اما تلعبه باك شمال. حاجه غريبه. نفس الكلام. يعني لو جينا اتكلمنا على الجزء الهجومي، لازم منصف بكرار عنده احسن من كده. لا، عمل لمسه في مره ماتش الاسيست لزيزو في ماتش برشلونه كان كويس. محمد طاهر عليه علامه استفهام بصراحه. انا مش فاهم الجزء الهجومي ده للنادي الاهلي في الشوط الاول. كان في حاله كده، حاله توهان. واللي ساعد النادي الاهلي في الشوط الثاني الحاله البدنيه اللي ظهر عليها انبي في الشوط الثاني. انبي وقع الشوط الثاني بدنيا، انبي وقع خالص. يعني حتى كمان كهربا خرج مصاب، علاء ميوب خرج،
واخد بالك، علي ايهاب خرج، محمد عصام برضو خرجوا. اللعيبه وقعت بدنيا، اللعيبه وقعت بدنيا. فطبعا اهم حاجه للنادي الاهلي في المباراه هو 3 نقط، 3 نقط مهمين للنادي الاهلي في بدايه الدوري، بدايه صعبه. وطبعا عموته كان هيتجنن على الخط. لازم حسين عموته يراجع افكاره من جديد، يشوف في ايه. الدنيا بايظه في الدفاع. الاهلي هيشارك بالدفاع دوت بالشكل الدفاعي دوت في كل البطولات. ده كارثه، كارثه كبيره بصراحه. فطبعا الاهم النادي الاهلي ان هو خد 3 نقط. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نشوف موسم قوي ان شاء الله في مختلف البطولات ان شاء الله، وكلنا نستمتع ان شاء الله. وانتظروني ان شاء الله باذن الله في حلقات جديده. سلام عليكم.